السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة بقى فيديو تشجيعي كده. يلا قومي اتنشطي وروقي مطبخك. بصوا بقى مطبخي كان متبهدل ازاي. قمت بقى اتنشطت كده وروقته وفرشت له مفارش رمضان. كل سنة وانتم طيبين وبعود يا رب عليكم الايام بخير. وبعد ما روقت المطبخ بقى عملت شوية حاجات كده هقول لكم عليها في الفيديو عشان كلنا نشجع ونعمل. بصوا بقى روقت المطبخ اهو وفرشت مفارش رمضان. كل سنة بقى وانتم طيبين. وعملت البوتاجاز ورصيت بقى كده وخلصت. بصراحة لما بنروق كده بتحسي ان الواحد مرتاح وتحسي ان انت ايه بتعملي اي حاجة ببساطة يعني. هتخلصي بقى كده وتنضفي بقى الفريزر بتاعك وتعملي بقى شوية حاجات لرمضان عشان ايه نتفرغ للعبادة والصلاة. انا كان معايا كده حتة دهنة في الفريزر، دهنة على كده انا بحبها جدا. هقول لكم طريقة حلوة قوي تخليكم تستخدموها وملهاش ريحة وولادك مش هيكرفوها ولا اي حاجة ولا هتبان في طعم الاكل. هنقطع الدهنة كويس واللية وهنسخن الحلة كويس قوي وهنعمل لها صدمة كده. بس لازم الحلة تكون سخنة كويس. بصوا بقى كده وقلبيها تقلبتين وغطي عليها. هتوفر عليكي بقى سمنة، دي طبعا هتستخدميها للطبيخ للخضار. بصوا بعد ما غطينا عليها شوية هتحس لونها بيتغير كده. طبعا احنا هنضيف لها زيت، لازم يكون عندك زيت ونوعه كويس يعني اللي هو ملوش ريحة. بصوا كده لما توصل بقى كده اللون ده، بصوا هتبقى نزلت اهو السمنة بتاعتها. هتضيفي بقى عليها دول حوالي نص كيلو دهنة ولية مع بعض. هتضيفي عليها حوالي نص كيلو زيت. بصوا انا حطيت نص الازازة اللي في ايدي ديت. الزيت ده طبعا نوع نضيف وملوش ريحة. وهتسيبيها بقى ايه لحد ما تنشف، تحسي ان الحتت الصغيرة دي نشفت وهي زادت. دي بقى هتطلعي منها سمنة تستخدميها بقى في الطبيخ. انا كده يدوب حطيت نص الازازة، يبقى نص كيلو على نص كيلو اللي هو الدهنة او اللية. طبعا اللية غالية، كيلو ب150 جنيه، فانت طبعا ممكن تستبدليها بالدهن عادي. الدهن يا جماعة واللية مفهومش اي خطورة على صحة البشر خالص، بل بالعكس احسن من السمنة المهدرجة بتاعتنا ديت وصحية جدا. انا بصراحة بستعمله على طول على طول. لو عندي كمية كبيرة بعملها بطرمانات كده واحطها في التلاجة، بستعملها بتفضل معايا طول السنة كأنك بتخزنيها بالظبط. بصوا بقى هنا بعد ما خلصت انا جبت برطمان ناشف كويس قوي وصفيتها فيه. بصوا لونها جميل ازاي وصحية جدا جدا. ويلا جربوا الوصفة. وبصوا بقى ده في ناس بتاكلها، انا بصراحة باكلها كده رش عليها ملح وفلفل وكمون وباكلها. بصوا بقى كده لونها صافي ازاي. هنفرز بقى معاكم كمان النهاردة البسلة. نعمل كده شوية حاجات نحطها في الفريزر كده لرمضان. اهو انا جبت معاكم النهاردة 2 كيلو ونص بسلة. طبعا هتنقي البسلة اللي هي القرن اللي هو مليان مش الفاضي. ومعايا كيلو جزر، على حسب ما انت بقى بتحب الجزر تقلليه وتكتريه براحتك. وطبعا هنغلي ميه، دي ابسط طريقه لتخزين البسله واسهل طريقه. هتغلي الميه وتقومي ساقطه فيها البسله 5 دقايق بالظبط، يعني مش هتلحق تقلب قلبه واحده كده. وهتقومي ايه مصفيها على طول. بصوا كده هي ما قلبتش معايا زي ما انتوا شايفينها كده. وهنقوم على طول مصفينها في المصفى ونغسلها بميه طبعا من الحنفيه. وبعدين بقى هنكون محضرين ميه بتلج بالطريقه دي كده زي ما انتوا شايفين. وهنحط عليها البسله بعد ما سلقناها 5 دقايق بالظبط. هنسيب بقى في الميه المتلجة دي لحد ما التلج يسيح، وبعدين هنصفيها كويس ونعبيها بقى في اكياس زي ما انتوا شايفين كده. الطريقه دي جميله قوي، بالف هنا والشفا يا رب على قلوبكم.